السلام عليكم، اهلا بيكم في اخر فيديو في الكورس. النهارده هنتكلم عن ازاي تتعلم الرسم. انا هرسم بالماركر على طول، هرسم راجل وشه سيريوس، فهرسم شخص وشه مربع. المهم انت ازاي تتعلم الرسم. مفيش طريقة لتعلم الرسم غير التكرار الممل. التكرار الممل. عايز احكي لكم حدوته. عندك ملاكم شهير اسمه محمد علي كلاي، ده كان اجمد ملاكم في التاريخ اعتقد. لما المذيع سأله قبل كده انت بتلعب كام ضغط، بتلعب كام عدة بوش اب، قال له بقى 9 10، الايام الكويسه بعد 12 عده. قال له ازاي؟ المذيع استغرب جدا، قال له ازاي ده انت محمد علي كلاي، ده انت جامد جدا. قال له ما انا مش ببدا اعد الا لما ابقى مش قادر. يعني ايه؟ انا لعبت 10 20 30 40 ضغط، خلاص مش قادر اكمل، اعد 10 عدات من ما بقيت مش قادر. معناه ايه الكلام ده؟ ان انت عشان تبقى شخص جامد لازم تضغط على نفسك. انت تعرف كام واحد بيحب الرسم؟ يعني قليلين مش كتير. كام واحد عايز يتعلم الرسم، عايز يرسم؟ قليلين جدا. كام واحد حاول يرسم قبل كده تعرفه؟ اقل. كام واحد حاول يرسم وفشل وحاول تاني؟ اقل. كام واحد حاول وفشل وحاول وفشل وحاول وفشل لحد ما نجح؟ قليلين جدا جدا. الكلام ده في الرسم وفي غير الرسم، في الحياة كلها. الناس اللي بتحاول قليلة، الناس المجتهدة اللي بتشتغل على نفسها قليلين. فانا عايزك ترسم. هو الرسم انبساط وكل حاجة، بس يعني انت هتبقى مبسوط اكتر لو انت بترسم رسومات شكلها حلو. فلازم تعمل ايه؟ تضغط على نفسك، تحاول تاني وتالت ورابع. وفكر في الموضوع كده، انت عشان تبقى رسام لازم تفشل في 100 رسمة مثلا. لو انت عارف المعلومة دي هتحاول تفشل بسرعة ولا ببطء؟ يعني ال 100 رسمة الوحشين دول لازم ترسم مثلا 100 رسمة وحشة عشان تبدأ ترسم حلو. تفتكر هتبقى عايز تخلص ال 100 رسمة الوحشة دول بسرعة ولا ببطء؟ عايز تخلص منهم، عايز تخلص المرحلة دي وتدخل في المرحلة الحلوة اللي بعدها، ان انت ترسم رسومات شكلها حلو، ترسم وانت مرتاح. فشد حيلك يا صديقي، انا عايزكم مبسوطين، وهتبقوا مبسوطين لما تكونوا بترسموا حلو كده. الرسم بالنسبة لي حاجة مسلية جدا، حاجة ممتعة جدا. كانت ممتعة ليا زمان وانا ما بعرفش ارسم، وممتعة اكتر ليا دلوقتي وانا بعرف ارسم. ما اعرفش الوش ده طالع سيريس ولا لا، طالع لطيف. وبس كده اعمل له شعر رايح في الاتجاه ده، رايح في الاتجاه ده، وبس كده. الرسم حلو ومسلي. حبيت اختم بالكلمة البسيطة دي. شد حيلك وارسم 100 رسمة. كل 100 رسمة كده تبص على رسوماتك القديمة هتحس بفرق. مش كل رسمة تبص على اللي قبلها وتشوف انت اتطورت ولا لا. لا، اعمل اكوام رسومات. احنا في الكورس ده معرفش مدته هتبقى كام ساعة تقريبا، رسمنا كل الورق ده ودول كمان. بص رسمنا كل ده. يلا شدوا حيلكوا واستنوا الكورس الجاي. كل المعلومات اللي انا قلتها هتلاقيها بالتفصيل في كتاب كاريكاتيرجي، هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو. والكورس اللي جاي هيكون عن رسم الجسم الكرتوني. لو لقيت دعم ولايكات وسبسكرايب للكورس ده هيشجعني اعمل الكورس اللي جاي في اسرع وقت. اعمل شير وقول لاصحابك، وهتلاقي الويب سايت بتاعي في وصف الفيديو، في كورسات كتير مسجلة لو حابب. انبسطت معاكم جدا، بالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم الكورس الجاي.